ازيك يا حبيب القلب؟ عامل ايه؟ بقول لك من غير مقدمات نخش في الحلقه على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. اهلا بيكم حلقه جديده من برنامج في الملعب، حلقه كلها يعني حاجات لذيذه ما انصحكش ان انت تفوت منها حاجه. نخش في موضوعنا على طول، واستاذنك يا ريت تعمل لايك للفيديو على عايزين نوصله لاكبر عدد ممكن من اللايكات انت وذوقك، علشان تساعد ان هو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. ولو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. حلقه النهارده باينه من العناوين بتاعتها، اهم المواضيع اللي هنتناولها محمود عبد الرازق شيكابالا اسطوره نادي الزمالك. طبعا يا جماعه انا زهقت او كلنا زهقنا من الحديث عن موضوع الارض بتاعت نادي الزمالك وخلاص، وعرفنا نهايته ان كابتن تامر عبد الحميد قال ان في بلاغات اتقدمت للنائب العام علشان خاطر يفتحوا تحقيق في القصه دي مع رئيس مجلس اداره نادي الزمالك او اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. الجديد منه بقى ان انا شفت شخصيه تانية غريبه عن الشخصيه اللي كنا بنشوفها في الملعب لمحمود عبد الرازق شيكابالا في ضيافه او مع الاستاذ ابراهيم فايق في البرنامج بتاع الكوره مع فايق، لان خلاص شيكابالا مضى عقد معاه بيطلع معاه. تصريحات شيكابالا مثيره، تصريحات شيكابالا الدنيا فيها ايه؟ الدنيا رايحه فين؟ فعلا في اهدار مال عام، فعلا كابتن تامر عبد الحميد معاه حق، فعلا ان نادي الزمالك ممكن يتقفل. يعني تصريحات شيكابالا تخوف وتقلق الزملكاويه. شيكابالا قال تصريح مفاجئ، قال لك انا ما يهمنيش، مش هتكلم مين الصح ومين الغلط. لا، هو انت دورك في البرنامج تتكلم وتقول مين الصح ومين الغلط، بس ده مش موضوعنا. تمام؟ ايه موضوعنا؟ لما قال انا مش هتكلم مين الصح ومين الغلط، بس احنا دلوقتي بناشد رئيس الجمهورية ان احنا نادي الزمالك لازم حتة الارض دي ترجع له، لان حتة الارض دي لو اتسحبت من نادي الزمالك، نادي الزمالك هيقفل، هيبقى زي نادي الاسماعيلي. تمام؟ احنا واخدين فلوس وواخدين قروض بضمان قطعة الارض، فاحنا هنسدها منين؟ طب هو انت حضرتك دلوقتي ما قلتش ليه الكلام ده لرئيس مجلس اداره نادي الزمالك؟ ما قلتش الكلام ده ليه للناس وانت لاعب في نادي الزمالك؟ اصلا انت كنت اكيد على درايه بالموضوع ده، انت عارف حاجات وقلتها بعد كده في الحلقه ان انت كنت على درايه ببعض المواضيع في نادي الزمالك. فانت دلوقتي حضرتك انت بتقول مش عايز اقول مين الصح ومين الغلط. طب انت موقفك ايه في يعني موقف نادي الزمالك صح ولا غلط؟ ما هو اصل لو صح تمام يبقى انت بتنصر الحق، لو غلط يبقى انت بتدافع عن الباطل. طب وده معناه ايه؟ يعني ده حضرتك انت بتطلع عايز تطلع توصل ايه للناس؟ عايز تطلع ان انت برضه مصمم ان انت تدافع عن نادي الزمالك حتى لو هو في الغلط. فان النادي يقفل لو عشان انتوا عليكم فلوس، دي كارثه، دي كارثه حرفيا. ليه؟ لان انت حته الارض اللي معاك او اللي كانت عندك، اللي كانت معاك بقى، معلش اسف يعني، انت اتصرفت بناء على امتلاكك ليها. طب ما انت اصلا ما عملتش، ما نفذتش اللي انت واخده علشانها، فلما اتسحبت منك جاي تلوم مين؟ جاي بتناشد مين في يعني تفتكر؟ انا مش عايز اخش يا جماعه بس في مواضيع، عشان في مواضيع اهم من موضوع ارض نادي الزمالك اصلا. يعني الريس ربنا يا رب يديله طولة العمر، يعني اكيد مش شاغل دماغه بموضوع في حاجات تانية، في مثلا زي ما انت بتتكلم مثلا موضوع الايجار القديم ده. في ناس بقى هتسيب الشقق بتاعتها اصلا، فانت انت جاي بتطلب ايه قصاد ايه؟ فاهم حاجه؟ فانت كده بتدافع عن الحق ولا بتنصر الباطل؟ ما هو لو نادي الزمالك غلط اطلع قول هو غلط، لكن مش تطلع تقول انا مش هتكلم مين الصح ومين الغلط. لا، انت دورك في البرنامج ان انت تقول مين الصح ومين الغلط، دورك ان انت توعي الجمهور مين الصح ومين الغلط، لكن ما تفضلش يعني معلش انت خلاص ما بقتش لاعب. ده انت بقيت دلوقتي يعني ايه؟ محلل، تظهر في البرامج، هتقول كلام كتير لسه الحلقات جايه، ولكن انت من اول حلقه ما شاء الله، يعني ما شاء الله كمان اتكلمت كلام انا مش عارف انت جبته ازاي. يعني ده كان اول تصريح. تاني حاجه انفصام في الشخصيه. بمعنى انفصام في الشخصيه يعني ايه؟ يعني شيكابالا لما هيبقى لاعب هيقول كلام، ولما هيطلع بره النادي هيقول كلام تاني خالص، وده اللي احنا كنا شفناه. بالنسبه لما موضوع زيزو، احمد السيد زيزو لما كان لاعب في نوفمبر 2024 طلع قال لا ده زيزو لازم يجدد وهيجدد ان شاء الله، والفرقه انت بتبني عليه، وده احنا ان شاء الله نديله من جيوبنا وندفع احنا، نفس الكلام اللي كان محمد عواد قاله في قناه اون تايم سبورت. علشان نتفاجئ امبارح شيكابالا مع ابراهيم فايق بيرد
ان لا، انا قعدت انا وكابتن محمد عبد الشافي، طبعا كونه واحد من كباتن الفريق يعني، وقعدنا واجتمعنا بكابتن حسين لبيب وقلنا ان انت لازم تبيع زيزو، والقرشين اللي هيجوا لك نجيب 3 لعيبه كمان. ما ينفعش ان زيزو يكون موجود ياخد اعلى من كل دول ودول، والباقي هتجيب لهم منين؟ يعني نصدق انهي شيكابالا فيهم؟ يعني الشخصيه الشيكاباليه انهي واحده فيهم اللي بتتكلم بصدق؟ انهي واحده فيهم اللي بتتكلم بصدق؟ ولا علشان زيزو خلاص طلع؟ ولا علشان انت اعتزلت وما بقتش جوه النادي فانت عايز تكسب بقى؟ يعني عايز تكسب مين؟ عايز تكسب جمهور الزمالك اللي مازال بيحبك وطبعا من حقهم ان هم يحبوك، ولا تكسب جمهور الاهلي؟ ما انت مش عايز تعمل مشاكل تاني مع جمهور الاهلي. فتصريحات متناقضه، تصريحات كل حاجه وعكسها. تالت حاجه، لما اتكلم وقال ان في حد بينخور ورا نادي الزمالك في موضوع الارض. كلمه بينخور، انت لو على حق ما يهمكش مين اللي يدور وراك، لكن كلمه ان حد بينخور ورا نادي الزمالك في موضوع الارض ومش عارف ايه، فحبوا النادي وانا مش هقول اسامي والمره الجايه هقول اسامي، ده تهديد واضح من شيكابالا يعني. تمام؟ فانت يعني ايه بينخور؟ ما هو من كلمه بينخور ان انت اوراقك مش سليمه، كلمه بينخور ان انت عامل حاجه وبتداري عليها. فعلشان كده انا لما اجي ادور هبقى بنخور، لكن انا لو جاي بدور وانت ورقك سليم وعندك الاثباتات اللي بتدل ان ورقك سليم وماشي قانوني وماشي صح، يا باشا اللي عايز يدور يا مرحب بيه، اجي اساعدك. لكن ما تطلعش تقول ده هم عايزين يهدوا مش عارف ايه ويحبوا النادي وما تحبوش النادي. وانا عشان ادور ورا الحق ابقى بكره النادي؟ يعني كابتن تامر عبد الحميد لما طلع اتكلم يبقى بيكره النادي؟ ما هو برضه يا شيكابالا يعني بالعقل. انت راجل دلوقتي، هرجع تاني واقول لك انت خلاص ما عدتش لاعب، فانت الحاجه الغلط قول عليها غلط عادي. وانا يا جماعه دلوقتي لو الاهلي في حاجه غلط وطلع الاهلاويه كلهم انتقدوا، هو انت ده يعني ده هيقلل من اهلاويتنا في حاجه؟ هو انا بحب اشخاص ولا بحب النادي؟ هو انا خايف من اشخاص او خايف على زعل اشخاص ولا خايف على النادي؟ انت شيكابالا اسطوره نادي الزمالك، فانت مش هيهمك كابتن حسين لبيب بقى ولا غيره ولا غيره ولا غيره ولا غيره، كل اللي يهمك مصلحه النادي. فاطلع قول ان الناس دي فعلا يا جماعه كانت غلطانه. يعني ما في ناس كتيره زملكاويه طلعت وقالت خلاص الناس دي عايزه تهد كيان النادي، لكن اللي هيطلع ويقول لا ده فعلا ده احنا عايزين الناس عايزه تهد النادي. ودلوقتي انت بتتكلم بتقول ان في من الزملكاويه، يعني الحمد لله شاهد من اهلها، يعني النادي الاهلي ملوش علاقه بالقصه، النادي الاهلي ملوش علاقه بقصص كتير حصلت بالنسبه لنادي الزمالك. ده الناس هم اللي جوه في نادي الزمالك اللي بيدوروا اللي بينخوروا ورا نادي الزمالك. فانت التصريحات مش موفقه بالمره. قال تصريحات تانية طبعا، واتكلم على محمد علي بن رمضان واتكلم على اليو ديانج وان الاثنين دول ما ينفعوش يقعدوا دكه ومش عارف ايه والكلام ده كله. وطبعا يعني دوره كمحلل او دوره كضيف في برنامج، بس مش لاعب كوره، لا انت محلل بقى ناقد اي حاجه، فانت بتتكلم تمام. فبلاش ان انت حتى في الغلط تدافع، لا انتقد الغلط، قول غلط. انت صوتك مسموع يا شيكابالا، انت صوتك مسموع بالنسبه لجماهير نادي الزمالك، فما تخليش جماهير نادي الزمالك دايما ماشيه ان في مؤامره. انت جيت في حلقه واحده قلت لا ما فيش مؤامره، ده ناس من جوه النادي وناس زملكاويه هم اللي عايزين يهدوا النادي. فانت داريت قصه المؤامره دي، انساها بقى بعد الحلقه دي من وجهه نظر، لان هتقيس على ده حاجات كتير، هتقيس على الموضوع ده حاجات كتير، ولسه ياما في الجراب يا حاوي. تاني موضوع معايا النهارده، وهفكرك باللايك بس فضلا وليس امرا يعني، ولو ما اشتركش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حقيقه تمديد امام عاشور وحوار الانفرادات وبتاع، صلى على النبي. هقول لك انفراد يلا بينا. طبعا احنا سمعنا انفرادات امبارح ان في امام عاشور جدد، والناحيه الثانيه انفرادات امام عاشور ما جددش. هقول لك انا انفراد بقى امام عاشور جدد وما جددش، شوف انهي واحد فيهم هيحصل ويبقى انا انفردت بايه. يعني حلو يعني مثلا ايه، امام عاشور يجدد او يمدد تعاقده مع النادي الاهلي حتى 2030. لحظه واحده، امام عاشور لسه ما جددش مع النادي الاهلي او ما فيش جلسه نهائيه. شوف بقى ايه اللي هتحصل واقول لك اطلع قول ده مصطفى غازي قال يا باشا، ده هو اول واحد قال. فيا جماعه اللي انفرد الصحفي ينفرد في جريده، ينفرد في موقع اخباري، لكن مش هطلع في فيديو على اليوتيوب اقول لك ده انفراد ايه يعني. معلش، هو الصحافه بقت على اليوتيوب اعلام بديل وبتاع وكل حاجه تمام ماشي مفيش مشكله، بس نفس الصحفي ممكن تخونه المعلومه بس ما يطلعش يكذبها، ولما يحصل العكس يطلع يقول انا اللي قلت برضه. ما انت ما قلتش حاجه، انت قلت الخبر وعكسه، ولا انت بقى سايب لنا انت بتقول الخبر وعكسه علشان خاطر لو حصل حاجه يبقى انت فعلا قلت الاثنين. اديني قلت الاثنين.
تمام. انا مش بشير لحد، ولكن انا شفت كتير مواقع كتير وصحفيين كتير، وكل واحد طالع انا انفردت. الحقيقه يعني اللي انفرد بالقصه دي هو الصحفي محمد ابو علي. يعني هو فعلا امام لو جدد يبقى الصحفي محمد ابو علي. الصحفي اللي ما قالش، اللي قال ما جددش اتنين، محمود شوقي وريهام حمدي، دول اللي قالوا. تمام. في بقى صحفيين تانيين بيقولوا كلمه وعكسها عشان تشوف انت الدنيا فيها ايه. فلو امام مدد يبقى اللي انفرد الصحفي محمد ابو علي، صحفي محترم. لو امام لسه ما مددش يبقى اللي انفرد محمود شوقي، الصحفي استاذ محمود شوقي طبعا، واستاذه ريهام حمدي. تمام. اي حد بقى غير كده كتير قال كلمه وعكسها. الصوره اللي انتشرت امبارح ودي انا ليا عليها تعليق كبير جدا، تمام، ان في طفل لابس تيشيرت المحله وبتاع، يعني عشان امام كان بيلعب في المحله زمان ودلوقتي امام عاشور. يقول لك ايه، اصل الفيديو ده معمول علشان خاطر، انا سمعت كذا راي يقول لك ده فيديو التقديم او التمديد بتاع امام عاشور. تمام ماشي، ده الاصلح بالنسبه لي انا، ده الاصلح. تمام. فيديو تاني يقول لك ده تمهيدا لمباراه غزل هو من امتى يعني؟ من امتى بيحصل؟ يعني ايه اجيب لاعب كان بيلعب في نادي علشان خاطر من امتى يعني؟ ايه الكلام ده؟ ايه الموضوع ده؟ نبذ تعصب ايه؟ فين التعصب؟ يعني ايه التعصب ان انا اطلع؟ هي فكره تحترم وكل حاجه، بس ايه ده مش وقتها. ده مش وقتها ومش مع امام بالذات، لان انت عارف ان الامام او امام عاشور في تساؤلات كتيره وكبيره جدا حول تمديد عقده، فانت تيجي تعمل بروباجندا. على العموم احنا هنشوف الفيديو النهارده الساعه 1 بالليل باذن الله على قناه النادي الاهلي. حاجه تانية يقول لك اصل علشان ماتش المحله بنعلن عن ماتش المحله، احنا كل ماتش هنجيب اللاعب اللي كان بيلعب في الفرقه يعمل لنا فيديو ويقول ده الماتش اللي جاي. فانا مش عارف، ده فراغ. فانا مش فاهم، انا مش فاهم بصراحه الحته دي. فالفيديو هيبان بالليل الساعه 1 بالليل، ولكن حتى الان تمام امام عاشور جدد خير وبركه، ما جددش كده او ما مددش كده امام عاشور لسه 3 سنين مع النادي الاهلي. واللي انا عارفه يعني ان امام يعني باقي في النادي الاهلي. اعلن بقى تمديده في الوقت الحالي، اعلن تمديده بعدين، بس امام باقي في النادي الاهلي. وخلي بالك انت هتسمع حته جديده كده في موضوع امام عاشور لو مدد، هيقول لك بس انتصر امام عاشور وبدا ياخد من النادي الاهلي 500 مليار جنيه. فانت ما فيش حاجه هترضي جماهير الناحيه الثانيه. لو امام ما جددش شوف سابكم ومشي، لو جدد يبقى جدد بفلوس تغطي مجره ضرب التبانه بحالها. فاهم يعني هو ايه؟ لو دراع الاهلي من يعني في الناحيتين، ففي الناحيتين النادي الاهلي مش هينتصر في حاجه. النادي الاهلي هيبقى هو الضحيه وامام عاشور هيبقى هو المنتصر الوحيد والمستفيد الوحيد يعني. فاقطع ودنك من الكلام ده عشان انت هتسمع الكلام ده كتير. فباذن الله موضوع الفيديو ده وموضوع التمديد هنعرفه بالليل. لو الفيديو ده تمديد لامام عاشور تمام، لو الفيديو ده اعلان لماتش المحله تمام. هو قناه النادي الاهلي نزلت على حسابها الرسمي على قناه، على الصفحه بتاعت الفيسبوك، قالت لك الساعه 1 AM ان شاء الله. الساعه 1 AM نعرف الدنيا فيها ايه. طيب اخر موضوع معايا النهارده وهي عوده الشناوي والتشكيل الاقرب لمباراه المحله. طبعا النادي الاهلي خلاص النهارده هيخش المعسكر، هيجي زي ما قلت لك في الفيديو بتاع امبارح، الحلقه اللي فاتت لو ما اتفرجتش عليها خش اتفرج. ان نادي الاهلي هيعسكر في كفر الشيخ عندنا، طبعا هروح واكون هناك تمام، علشان خاطر استعدادا لمباراه غزل المحله باذن الله بكره ليوم الاثنين. فالنادي الاهلي هيخلص التمرين بتاعه عادي ويطلع على محافظه كفر الشيخ علشان خاطر مباراه المحله زي ما قلت لك. طيب محمد الشناوي موجود في التيم. محمد الشناوي الاقرب لحراسه مرمى النادي الاهلي في مباراه غزل المحله، وهو اللي طلب ده كمان. وخوسيه ريبيرو اتكلم معاه، ويعني نظرا طبعا للظروف والحاله النفسيه اللي بيمر بيها والكلام ده كله، ولكن محمد الشناوي يعني شايف ان هو في الوقت الحالي احسن له ان هو يركز في القصه دي عشان ما يخشش في، يعني ربنا يا رب يصبره طبعا، ما يخشش في دوامات كتير بقى هو ممكن يكون في غنى عنها. تمام. الفراق طبعا صعب، وطبعا فراق الاب كمان صعب جدا يعني، فربنا يصبره طبعا ويرحم والده. فمحمد الشناوي هو اللي عايز يكون موجود. فانا من وجهه نظري التشكيل الامثل او الاقرب لمباراه غزل المحله محمد الشناوي في حراسه المرمى، عمر كمال عبد الواحد باك يمين، احمد رمضان بيكهام، اشرف داري، كريم فؤاد، نفس الثلاثه بتوع نص الملعب اللي لعبوا الماتش اللي فات، زيزو، محمد علي بن رمضان، اليو ديانج، اشرف بن شرقي، تريزيجيه، محمد شريف. هو ده التشكيل الامثل لمباراه او التشكيل الاقرب
لمباراه غزل المحله. امام عاشور فين؟ لا، امام عاشور ممكن ما يكونش في المباراه، ممكن ما يروحش معاهم اصلا. مروان عطيه شفناه في التدريبات، ولكن مروان عطيه لسه هيرجع بعد التوقف الدولي. كل الحاجات اللي تخص الاصابات بتاعت اللعيبه النهارده باذن الله في الحلقه بتاعه ما قبل مباراه الاهلي وغزل المحله. انت برضو ممكن تكتب لي التشكيل الاقرب او التشكيل الامثل من وجهه نظرك اللي تحب ان انت تشوفه او يبدا في مباراه غزل المحله. الى هنا قد انتهت حلقتنا النهارده. شكرا ليكم. لو انت وصلت معايا لاخر الحلقه يعني فانت على راسي، ولو طلعت من اول الفيديو فانت برضه على راسي. لو نسيت اللايك اعمله، ولو عجبك المحتوى بتاعنا يا ريت تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. الى ان نلتقي في حلقه جديده، لكم مني كل الحب والتقدير والاحترام. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.